بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج محكمات. نقف اليوم مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة محمد، والآية هي الآية 19 من السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. مسألة العلم هي من المسائل الكبيرة والعظيمة، تهتم بها الشعوب وتهتم بها الأمم، وهي العامل الأساسي في نهضة كل أمة إذا ما اهتمت بالعلم واعتنت به وبثته بين أفرادها. وكذلك هو عنصر التخلف إذا ما ترك ولم تهتم به الأمم ولم تهتم به الشعوب. فنلاحظ بأن العلم يهتم به الإسلام عناية خاصة ويعطيه رعاية خاصة من حيث التأصيل ومن حيث الاهتمام ومن حيث التنزيل. ولا يكاد يوجد دين من الأديان ولا ملة من الملل اهتمت بالعلم كما اهتم به القرآن الكريم، واهتمت به كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويكاد يكون هنالك إجماع، أو هو حقيقة إجماع بين كل علماء الأمة على أن العلم هو أفضل ما يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن العلم هو الدليل على أو الذي يدلك على معرفة الله تبارك وتعالى، ومن خلاله يتم التعبد الصحيح، ومن خلاله تقوم البينات وتقوم البراهين. وبالتالي لا مجال لنهضة هذه الأمة ولا مجال لاستقامة أمرها إلا بأن يكون هنالك علما صحيحا تستطيع هذه الأمة أن تنهض به. وإذا نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فإننا سنجد أن القرآن الكريم يشير إشارات كثيرة جدا تبين مكانة العلم في دين الله تبارك وتعالى. فمثلا الصفة من الصفات الأساسية لله تبارك وتعالى صفة العلم، وصفة ذاتية لله عز وجل. وهذه الصفة يعني فيها طبعا أو يصاحبها اسم الله تبارك وتعالى، ونعرف نحن كل اسم يشتق منه صفة من الصفات، فالله من أسمائه العليم ومن صفاته العلم. ونرى أن كل ما في هذا الكون من مخلوقات لله تبارك وتعالى فإنها انعكاس لعلم الله عز وجل. وما قامت السماوات والأرض ولا قامت الخلائق ولا نزلت الرسالات إلا لأن ذلك من علم الله عز وجل. فعلم الله سبحانه وتعالى قامت به السماوات والأرض، مصحوبا طبعا بقدرته جل جلاله. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فنلاحظ أن علم الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل هي التي نراها في تمظهرات وتجليات هذا الكون الفسيح العظيم. فإذا نظرنا إلى السماوات وقوانينها ونظمها وسننها وكيف تعمل، وإذا نظرنا إلى الأرض وما فيها كذلك من حركة وسكون، وإذا نظرنا إلى الإنسان كإنسان وما فيه كذلك من كثير من القضايا المتعلقة به والخفايا البشرية، أدركنا سعة علم الله سبحانه وتعالى. وعلم الله عز وجل لا نحيط به بطبيعة الحال، لا نستطيع الإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى، ولكننا نقتبس قليلا من علمه مما علمنا الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل دوما أن يعلمنا وأن نطلب المزيد من علم الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ في المحطة الأولى لخلق الإنسان كانت محطة العلم حاضرة، يعني العلم نقطة البداية كانت وعلم آدم الأسماء كلها. فعلم الله تبارك وتعالى آدم، فكانت نقطة بداية آدم أن الله ميزه بالعلم وأعانه على مسيرة حياته في تركيبة الأسماء وتعليمه لمنظومة الأسماء كلها. وبالتالي صار يربط ما بين الاسم والمسمى، صار يربط آدم عليه السلام بين الاسم والمسمى. ثم أيضا نلاحظ عندما بعث الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي سورة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك مما امتن الله تبارك وتعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يتفضل يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله عز وجل علم رسوله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي لم يكن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيء عن الرسالة، عن النبوة، عن أخبار الغيب، عن قصص الماضين، عن أحوال الأنبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه فامتن عليه بهذا التعليم. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فالله سبحانه وتعالى هداه تبارك وتعالى إلى العلوم الكثيرة من خلال ما نزله الله تبارك وتعالى عليه من الرسالة. كذلك القرآن الكريم نلاحظ بأنه يبين بأن السبيل الوحيد إلى رضوان الله تبارك وتعالى ومعرفة شرعه ومعرفة أحكامه هو بالعلم. ولأننا نرث هذا العلم من الأنبياء، فإن أفضل خلق الله تبارك وتعالى بعد رسله وأنبيائه هم الذين يرثون علم الكتاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ثم أيضا نلاحظ أن العلم تكون فيه الرفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع الله تبارك وتعالى العلماء في مدارج الدرجات يوم القيامة. إذن هنالك حقيقة الكثير من الخصائص والكثير من النصوص الشرعية التي تبين لنا أهمية هذا العلم. ولذلك بوب الإمام البخاري وكذلك كثير من السلف رضوان الله عليهم بوبوا أبواب العلم في مقدمة أبوابهم، ولكن للإمام البخاري عنوان خاص يقول فيه: باب العلم قبل القول والعمل. فلا تستطيع أن تعمل عمل إلا أن يسبق هذا العمل علم، وهذا العلم بطبيعة الحال يكون العلم بكل حالة نازلة على الإنسان. ولذلك قال كثير من الفقهاء: ولا يجوز لمسلم أن يقدم على أمر أو أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. فأنت بحاجة إلى العلم حتى تستطيع أن تعرف ما هو الحلال وما هو الحرام وما هو الواجب عليك في كل فرض من الفرائض أو في كل شعيرة من الشعائر. وبالتالي العلم لا سبيل إلا أن نتعلم، بغض النظر الإنسان ما هو نوع العلم الذي سيتعلمه في الأحكام. أنت إذا نزلت إلى السوق ستتعلم أحكام السوق، إذا ذهبت إلى الحج ستتعلم أحكام الحج، إذا أردت أن تزكي تتعلم أحكام الزكاة، إذا وصل إليك رمضان ستتعلم أحكام، أو دخل عليك رمضان ستتعلم أحكام رمضان، وهكذا. فالإنسان يتعلم بقدر ما يقدم عليه من الأعمال، ولأنه لا يستطيع أن يؤدي أي شعيرة من الشعائر إلا وفق ما أمر الله، لأن هكذا طبيعة دين الله تبارك وتعالى. يعني أنت لا تعبد الله بهواك، ولا تعبد الله بمزاجك، ولا تعبد الله كذلك بأقوال الرجال، لا، إنما تعبد الله سبحانه وتعالى بما أنزل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول: جماع هذا الدين، أي ما يجتمع عليه هذا الدين، هو أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. فنحن نعبد الله بالعلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد من المسلمين أن تكون نهضتهم وأن تكون حضارتهم وأن تكون دولتهم وأن تكون مسيرتهم قائمة على العلم. يعني لا يمكن لحضارة تقوم إلا بالعلم، ولذلك اعتنى الإسلام بالعلم. ولهذا السبب لا نجد في الحضارة الإسلامية في مسيرتها الطويلة صراع بين العلم وبين العلماء الذين يبحثون في مجالات العلوم المختلفة، وما بين الدين الذي هو أحكام وشرائع ووحي، ولا صراع بين العقل وبين النقل، بل هي حضارة العقل وحضارة النقل وحضارة التجربة وحضارة الاكتشافات. وبالتالي ليس هنالك صدام. إلى وقت قريب يمكن إلى 3-4 قرون عاشت أوروبا مشكلات هائلة جدا في صراع الكنيسة التي كانت تحتكر العلم، وكانت ترى أي محاولة للاكتشافات تشكل ارتداد وخروج وزندقة، بينما في شريعة الله تبارك وتعالى كان الأمر مختلفا تماما. ولهذا نلاحظ هذه الآية تؤكد على معنى مهم جدا، وهو فاعلم.
وهنالك 4 أشياء لا بد أن يعلمها الإنسان في منظومة العلم التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وهي العلم بالله تبارك وتعالى، وهو تحقيق التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد هو الذي خلق الله تبارك وتعالى لأجله السماوات والأرض، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجردت سيوف الجهاد، وقامت دور للإسلام ودور للكفر، وقامت النار وقامت الجنة، كل ذلك من أجل أن نوحد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي العلم بتوحيد الله عز وجل، والعلم بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الركن الأول الذي يجب أن يدخل فيه الإنسان، أو القسم الأول في موضوع العلم. النوع الثاني هو العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعلم أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، ونعلم بينات هذا الرسول، ونعلم بأنه صادق، ونعلم بأنه بلغ، ونشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فالعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من أنواع العلم المطلوب، وبطبيعة الحال تعلم أفعاله وأقواله وخصائصه عليه الصلاة والسلام لتأتسي به، وتعلم حياته وتعلم سيرته، وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من العلوم هي العلم برسالة الله سبحانه وتعالى، حلالها وحرامها وشعائرها وتشريعاتها وحقوقها وواجباتها، كل ما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كذلك في أنواع العلم. ولهذا صدق من قال: أول ما يجب على المكلف معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. فأنت تتعرف على رسالة الله سبحانه وتعالى بأدلتها وأحكامها. لماذا؟ لأن العلم في حقيقته هو معرفة العلم، معرفة الحق بدليله. فأنت تتعرف على الحقائق بأدلتها، فأنت ضد الأوهام وضد التخرصات وضد الأساطير. شعارك: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا تقيم رسالة الله، تعرف رسالة الله سبحانه وتعالى بالعلم، تطالب بالدليل في كل مسألة من المسائل، لا بد أن يتعرف الإنسان على دليلها. أخيرا، مما ينبغي أيضا في إطار العلوم أن يتم التعرف عليه هو العلم بالعلوم التجريبية، والعلوم التي تسمى الآن بالعلوم المادية والتجريبية، والعلوم التي تقوم عليها الحياة الدنيا. لأن الإسلام ليس دينا يشدك إلى الآخرة فقط، ولكن أيضا يجعلك في هذه الحياة الدنيا تقيم حضارتك وتقيم عمرانك وتقيم مدنيتك كذلك على العلم وعلى المعرفة. وبالتالي من الفروض الكفائية كما يقول العلماء معرفة علم الهندسة وعلم الطب وعلم العمران إلى غير ذلك من العلوم على كل تقوم بها الحياة، لأن المسلمين لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن ركب الحضارة الإنسانية بسبب تخلفهم في مجال علم من العلوم. وبالتالي لا بد أن تتخصص فئة من الفئات في أي علم هو نافع في هذه الدنيا. ولذلك نسأل الله دائما أن يعلمنا العلم النافع، وأن يجنبنا سيئات ما يمكن أن تنتج عن العلوم. وبالتالي في إطار العلوم التجريبية الإسلام يعطيك فلسفة هذه العلوم، وهي أن تكون رائدة فيما يتعلق بالإصلاح الدنيوي، وكذلك دالة على الله سبحانه وتعالى. وبالتالي العلوم في الشريعة الإسلامية لا تقوم فلسفتها على قرار العلم للعلم، لا، تقوم فلسفة العلم في الإسلام على أن العلم يجب أن يدلك على الله. لذلك عندما قلنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالقراءة باسم الله والقراءة باسم الرب تؤدي دائما إلى تقوية الإيمان وتعزيز هذا الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.